أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآيات التي سمعناها تجيء نسقا ضمن نداءات وأوامر إلهية أنزلها الله عز وجل في هذه السورة التي تمحضت لذكرى أو لموقعة بدر، وقد سبقتها نداءات من أمثالها. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وتأتي هذه النداءات اليوم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يقولون إن هذه الآيات نزلت في أبي لبابة في بني قريظة، موقعة بني قريظة، لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهت غزوة الأحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا.
طلبوا أبا لبابة، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة ليبلغهم ما عنده وليحمل أخبارهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن ينزلوا على حكم رسول الله، فسألوه، وكان صديقا لهم وله أبناء وله أموال عندهم، فأشار إلى حلقه وأنه الذبح، يعني لو نزلوا على حكم رسول الله فلهم القتل. ولم يكد يشير هذه الإشارة حتى شعر أنه خان الله ورسوله، فرجع إلى المدينة فورا ولم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وربط نفسه بسارية وأقسم ألا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزل قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ماذا فعل هؤلاء الناس، وتعلمون ماذا ارتكبوا وماذا جنوا على الإسلام وعلى المسلمين وعلى قومكم. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. الله يمتحنكم بهذه الأموال، وهذه الأموال تؤثرونها على الله أم تؤثرون الحق ودين محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين؟ إن هذه الأموال وهذه الأولاد فتنة، يعني امتحان، ابتلاء من الله عز وجل، لينظر الله عز وجل شكركم، ولينظر الله عز وجل صبركم، ولينظر الله أتؤثرون أنفسكم وتؤثرون المال أم تؤثرون الله والحق والمؤمنين. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فلا تعملوا ولا تحاولوا أن تحرصوا أو أن تصونوا هذه الأموال وتحفظوها لأنها في أيدي أعدائكم، ولكن الله عز وجل عنده الأجر العظيم. احفظ الله يحفظك، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ولهذا ناداهم هذا النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن تتقوا الله فتنفذوا أمره وتتبعوا تعاليمه وتحلوا حلاله وتحرموا حرامه وتوحدوه ولا تشركوا به شيئا وتوالون المؤمنين من دون الكافرين، إن تتقوا الله فيكون لكم هذا يجعل لكم فرقانا ينصركم، يفرق بينكم وبين أهل الباطل. الله عز وجل يجعل نورا في قلب المؤمن يفرق له بين الحق والباطل، ويجعل له برهانا، ويجعل له عونا من لدنه يفرق له ويوصله ويبلغه ما يرجو من نصر وخير في الدنيا وفي الآخرة. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. أمور ثلاثة تعهد الله بها لأهل التقوى الذين يحذرون ويتقون أن يقعوا في مساخطه أو مخالفته أو الشرك به أو الإضرار بأهل توحيده. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هذا هو الأصل الأول. الثاني يكفر عنكم سيئاتكم. الثالث يغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم واسع الفضل خزائنه لا تنفد. لو أعطى كل إنسان طلبته ما نقص ذلك من ملكه شيئا إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخلت البحر. ثم ضرب الله عز وجل أمثلة لهذه التقوى ولهذا الفرقان كيف يصنع بأهله، فضرب المثل بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكر به: وإذ يمكر بك الذين كفروا في قبل أيام الهجرة تآمرت قريش في دار الندوة على قتل النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء على دينه ودعوته، فقال قائل: نحبسه نثبته، وقال قائل: بل نقتله، وقال قائل: بل نخرجه، وأخيرا اتفقوا على قتله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يقتلوك
وهذا الذي اتفقوا عليه أن يأخذوا من كل قبيلة فتى ويعطونه سيفا ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يحاربوا القبائل جميعا، فيرضون بالدية ويستريحون من محمد ودينه وسيرته. إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ينفوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نجاه الله عز وجل، وكان ذلك مثالا للتقوى، مثالا للتقوى وكيف تصنع بأهلها، وقد جعل الله له فرقانا ونجاه من هؤلاء المتآمرين. ثم قال الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. هذا القرآن كلام فارغ، وهذا القرآن عبارة عن سير وقصص من قصص الأولين، وعندنا ما هو خير منه. وكان النضر بن الحارث هو الذي يتولى كبر هذا، يتخذ قينة تغني بأخبار الملوك السابقين ليصرف الناس عن القرآن. وهيهات. وقالوا أخيرا إذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ما يقول هذا عاقل؟ إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. ولذلك ذكروا أن معاوية قال يوما لرجل من أهل سبأ: ما كان أضل قومك إذ ولوا عليهم امرأة، فقال: بل أضل منهم قومك الذين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، بدل إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. فهذا يدل على ضلال هؤلاء الناس وعلى ما كان يلقى المسلمون من أمثال هؤلاء الناس. وما كان أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وهم يستحقون العذاب، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. هؤلاء الناس يستحقون العذاب ولقد عذبوا يوم بدر. قالوا إن كان اللهم إن كان هذا هو الحق من فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فاستجاب الله لهم وجاءهم العذاب وقتلوا يوم بدر، قتل منهم 70 وأسر 70 لأنهم ما كانوا يستحقون أن يكونوا أولياء هذا البيت ولا حماته، إن أولياؤه إلا المتقون، وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء صفير وتصفيق وتهريج، وليس ذلك دأب المؤمنين ولا دأب العابدين الصالحين. هذه دعوة الله عز وجل لهؤلاء المؤمنين أن يضعوا يدهم في يده وأن يعتصموا بحبله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم
واتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. صدق الله العظيم.